ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وبكل صحة وبكل سعادة وبكل رضا من ربنا. يلا تعالوا بصوا معانا على اخر مشروع سلمناه اوريكم شوية تفاصيل. خلينا نبتدي بالزون دي. لا، هنبتدي هنا. دي كانت ال شيب سوفا موجوده عند الكلاينت، والكوفي تيبلز كمان موجوده. طب ايه اللي انتوا عملتوه كستايل هاوس؟ الحيطه العظيمه اللي انتوا شايفينها اللي خدت لنا من اول ال شيب لغايه الزون بتاع الصالون اريا او الفورمال اريا، وده هنجيله تاني. بس لو لفيته كده معايا، تعالي كده طبعا بعد اذنك. بصوا بقى على المكتبه التحفه اللي ورانا هنا. هنوريكم صور بيفور للحيطه دي وهي فاضيه اللي فيها ال شيب، وللحيطه بتاعه المكتبه. المكتبه تفاصيلها حلوه قوي وناعمه قوي واتنفذت بالظبط زي ما احنا كنا عايزين. في كمان حركه عجباني قوي هنا في المكتبه، هي الابليك اللي انتوا شايفينه ده. الابليك ده احنا عملناه، او الوول لايتس اللي احنا عملناها دي صممناها مخصوص واتنفذت من خلال ستايل هاوس، وهتشوفوا في بقيه الفيديو اللايتنج كمان اللي عندنا في الريسبشن ده. هنا طبعا احنا بنجيب معانا اكسسوارز بنستايل بيها الحاجه واحنا عند الكلاينت، فحسب الحاجه المتاحه بنقدر نتعامل. هنا على الترابيزه دايما افتكروا ان احنا نحط سيت اوف 3، يعني الحاجات ثلاثات، فما تركزوش قوي في الرولز اللي هنا، لكن في الاخر الاستاتيك او الشكل العام طالع حلو. السجاده بقى من التفاصيل اللي بجد حلوه. شوفوا قد ايه نعومتها وجمالها، والباترن بتاعتها ازاي لطيفه. احنا بنقدر نصنع السجاد وبننفذه بالمقاسات اللي احنا عايزينها بالظبط، بالالوان الخيوط تكون ماشيه مع بقيه تفاصيل البيت. طبعا هنا المكتبه كان عندنا مساحه صغنطوطه وبعدين الستاره، فقلنا هنعمل بس يعني ارفف رفيعه كده. اه، وشكلها فعلا طلع حلو ومديه اليمنت لذيذ قوي. لو انا قاعده هنا على الكنبه وبصه، فالحيطه انترستنج جدا ولطيفه. هنشوف اخر حاجه الصالون، بس خليني اوريكم السفره. اجي لكم هنا كده. السفره الاول، طبعا احنا ابتدينا اول حاجه عملناها، عملنا لاي اوت للبيت كله او للريسبشن كله. السفره دي كانت معموله بالعكس، وكان البيفيه هنا وفوقيه المرايه. احتفظنا بالفرنتشر بتاع السفره زي ما هو، لكن لعبنا في الحيطه بتاعه السفره. بصوا بقى الحلاوه، يعني مرايه فول هايت كلادنج بان دايركت لايت. اول لما بدخل من البيت دي، اول حاجه عيني بتقع عليها بتقوم عكسالي الاضاءه كلها وعكسالي السبيس، وانا شايفه فيها جمال الحيطه اللي ورا. كمان تفصيله تانية في السفره، وهي النجفه العظيمه اللي انتم شايفينها. النجفه برضو تصميمنا وتنفيذنا، الى جانب السجاده والتفاصيل بتاعتها. وكان دايما بتسالونا على السجاد، هي دي يا جماعه السبيس اللي بتكلم عليه. لو دخلت الكرسي كده لازم يكون في ورا الكرسي سبيس، عشان لما ارجعه كده واقعد ما يضايقنيش. فاحنا طبعا من ضمن السيرفيسز اللي احنا بنعملها ان احنا بندي سكيل او بلان لاي اوت للكاربتس بالدايمنشنز بتاعتها بالخطوط بتاعتها. وهنا اخترنا ان احنا نكحل السجاده بدرجتين، درجه فاتحه ودرجه غامقه. بصوا بقى هنا كمان على التفاصيل بتاعت الحيطه. انا مش لازم اطلع في الحته دي، لو انت عايزه توريها لهم او انا، يلا انا جايه معاكي مش مشكله. بصوا الحلاوه، خدنا هنا فيتشر في البيت كله، مبني البيت كله على تو فيتشرز: البانوهات اللي وراها اندايركت لايت، وورا التجليده اللي فيها الخشاشين. قد ايه مديه شياكه. وكمان السبيس مش كتير، يعني في ناس تقولي لا وانا هضيق البيت مش عايزه اعمل جبسون بورد، يعني اهو هم دول.